الحياه لازم تكمل بيهم هما الاثنين، البروكرج والديفلوبر. بقت علاقه قويه جدا، وان هما لازم ينجحوا مع بعض. العلاقه بقى ازاي تستمر وتبقى احسن، دي محتاجه شغل جامد قوي، لان فعلا العلاقه بتتهز. يعني عايز اقول لك، انا لما كنت في الديفلوبر سايد كنت بشوف البروكرج مش هو اللي اعتمد عليه. انا لازم اعتمد على نفسي والتيم بتاعي وابيع دايركت وعايز اقول لك ان انا كنت بركز في البروكرج كوميشن وقد ايه هو، وهشيل منه وازاي اقلله وازاي. دلوقتي معظم الديفلوبر ما بيفكرش كده، واللي بيفكر على كده هم ناس قليله قوي وناجحين، يعني زي طلعت مصطفى طبعا ونيو جيزه وحاجات مختلفه تماما، وشغالين بالسيكونس ده، برغم ان هم برضو بيحاولوا يلمسوا. تعالى امباسدور، تعالى نفتح 3 شركات. بس هو في الاخر العلاقه 99% من الشركات بتقوم على العلاقه بين الاثنين. واللي انا شايفه ان الديفلوبرز اللي هم بيبتدي يعاند شويه على اللونج تيرم بيخسر، بيحصل له مشاكل. فبيجي ايه، يعني ايه، مثلا انا وانت اخوات قوي واصحاب قوي، تمام، اجي في لونش بقى، لا هنسكن الدايركت الاول. طب انا معاك من الاول، لا هنسكن الدايركت الاول، ماشي. احنا المنطقه دي بقى اللي بايعه نفسها دي مش هندخلك فيها، احنا هنسيب لك بقى الحته اللي على السور الصعبه قوي تبيعها. فانت كانك كديفلوبر بتعمل البروكر ايه، بتديله كانك من الاخر، مش بتديله، انت بتعامله كانه هو الديرتي ورك بتاعك، الحاجه الصعبه قوي. فالعلاقه دي محتاجه تتظبط. يعني محتاجه ايه، ان تبقى علاقه صحيه. ما انت ما بتعاملني كده بتوصلني انا كشركه ان انا برضو اما اكون عايز الحقك ما بقاش عايز الحقك قوي، حتى لو في ايدي ان انا الحقك او اشتغل عليك. فهي العلاقه محتاجه تتظبط. الحته الثانيه الصعبه قوي كانت 25، حته الكولكشن. ان الديفلوبرز عملوا طبعا انظمه سداد من اول السنه كده كبيره جدا، و12 و14. فالبروكر هياخد الكوميشن بتاعه ده بعد سنه، سنه ونص. فالراجل ده بيبقى عنده دايما التزامات، وعنده عنده حاجه مش عارف يوفيها، لان هو شايف العمولات هتاخر جدا جدا جدا. هو العلاقه دي كانت لازم تتنظم الاول، وفي شركات عرفت تنظمها، وفي شركات ما عرفتش تنظمها، بس دي اثرت قوي على شركات البروكر.